السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بالف خير. اليوم غادي نقدم لكم الطريقه ديال صنع الياغورت في المنزل بمكونات بسيطه وبدون مواد اضافيه، وطريقه سهله كيجي ناجح 100%. تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا معايا الطريقه والمقادير. غادي نحتاجوا 4 معالق سميده ياغورت فاني وجوج ساشيات ديال فاني واطرة الحليب. نخلطوا سنيده مع الحليب. نضيفوا ساشيات ديال فاني، نخلطوا مزيان. من بعد نوضعوا الحليب ديالنا فوق النار ونبقاو نخلطوا مزيان باش تذوب لينا السنيده مع الفاني مع الحليب. نسخنوا، ما نخلوش الحليب يسخن مزيان، نسخنوه حتى يولي الحليب ملي نقيسوه ما يحرقناش. صافي، ونحيدوا الحليب من فوق النار. نضيفوا لي ياغورت، نخلطوا مزيان. تخلط لنا ياغورت مع الحليب. من بعد نجيبوا الكيسان ديالنا اللي غنعمروا فيه الياغورت. انا هنا عندي الكيسان ديال لاباراي ديال الياغورت. اللي ما عندوش لاباراي كيدير الطريقه ديال الكيسان في الكوكوط وكيخليو بيباتو. صافي، كنبدا نصب في الياغورت ديالنا الحليب ديالنا في الكيسان. نحطهم في لاباراي. نسدهم، نغلقهم، ثم كنخليهم هنا تقريبا 8 السوايع. بالنسبه اللي باغي يديرهم اللي ما عندوش لاباراي يقدر يديرهم في كوكوط ويخليهم يباتوا، والصباح كتكون نفس النتيجه. ملي من بعد ما خلينا 8 السوايع، انتما كتشوفوا الياغورت ديالنا هو جاهز. كيجي عاقد. صافي، من بعد كنخرجوا الياغورت ديالنا من الثلاجه. كيزيد كيتماسك لينا وكيجي لذيذ ورائع. كنتمنى تجربوا معايا هذه الطريقه، ناجحه 100%. وانتم درتوا ياغورت لوليداتكم في المنزل بدون مواد مضافه وباسهل طريقه، اسهل ما يكون. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تبخلوش عليا كيف ديما باللي لايك ديالكم وبلي كومونتير، وخليتكم على الف خير.